بسم الله الرحمن الرحيم. على مدار السنين اللي فاتت واحتكاكي بسوق العمل لقيت ان في مشكلة عند ناس كتير، وهي غياب المهارات اللي محتاجها سوق العمل، خصوصا مهارات التواصل communication. وطبعا المهارات دي مهمة جدا لان نجاحك في شغلك، سواء هتفتح ستارت اب، هتبقى مدير او موظف في شركة، او حتى في حياتك الشخصية، نجاحك قائم بصورة كبيرة على مهارتك في التواصل مع الغير وازاي تبني علاقات معاهم. وللأسف معظم المهارات اللي انا مثلا بحتاجها في الناس اللي هتشتغل معايا مش بلاقيها، علشان مفيش مدرسة ولا جامعة بتهتم بتدريس المهارات دي، فقلت اشاركها معاكم مباشرة لعلها تنفعكم. انا اسمي ايهاب فارس، المدير التنفيذي لمجموعة شركات بتعمل في مجال التسويق والتطوير الرقمي. بشتغل في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا بقالي 27 سنة، وخبرتي في مجال الإدارة والتسويق والبيع. وخلينا متفقين إن أنا مش مدرس ولا أستاذ، أنا بقدم كل اللي اتعلمته وطبقته وفرق معايا في كل نجاح حققته. كل اللي هقدمه ليكم هو عبارة عن تجربة. في البرنامج ده هنشتغل على تحسين المهارات اللي هتظبط الاتيتيود والكوميونيكيشن، الأساسات اللي هتساعدك إنك تسيب انطباع أول إيجابي على أي حد هتعمل معاه. وده عبارة عن باقة مهارات أساسية ربنا خلقها فينا ومزروعة في الفطرة، ومش مطلوب مننا اكتر من استخدامها بطريقة مظبوطة. والحاجات دي تأثيرها قوي جدا ومش محتاجين خبرة، الفكرة انك تستخدمهم وتخليهم عادة. تعالوا في الاول نحط الاساس اللي هنبني عليه. في البداية لازم نفهم ان اهم حاجة في تعلم المهارة هو التكرار، لان احنا بنتعلم حاجة عملي مش نظري، يعني محتاجين ممارسة يومية بتكرار علشان نبرمج العقل. ومع التكرار المستمر هتبقى المهارة دي عادة، وهتلاقي نفسك بتعملها بدون أي مجهود. خليك دايما فاكر إن التكرار هو مفتاح قدرات الإنسان. التكرار عامل زي الكود، وعقلك هو الكمبيوتر. هتكتب الكود صح، خلاص هتبقى أستاذ في اللي أنت بتعمله. دي اسمها برمجة العادة. هديك مثال. فاكر أول مرة اتعلمت سواقة؟ كان إيه إحساسك وأنت ماسك الدركسيون وبتبص على رجلك وخايف تدوس فرامل بدل البنزين، ومتوتر من كتر العربيات اللي حواليك؟ طب دلوقتي بعد سنة سنتين سواقة، اخبارك ايه؟ تلاقيك بتسوق وانت بتاكل وتشرب وماسك الدركسيون بايد واحدة، خلاص اصبحت عادة واتبرمجت جواك. ربنا لما كلمنا عن الانسان قال: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون. يعني حضرتك جيت الدنيا فاضي، مفيش اي معلومات في عقلك. كل اللي انت بتعرف تعمله دلوقتي هو العادات اللي كونتها، سواء انت برمجتها بنفسك او اهلك برمجوك عليها. مش معنى كده انك تكتفي بالقدرات اللي عندك وتقف، لا طبعا. انت في اي سن تقدر تبرمج اي عادة جديدة، والعادة بتتكون تقريبا في 3 ل 4 اسابيع، وممكن اكتر. تحتاج على الاقل 3 شهور علشان تبقى جزء من اللايف ستايل بتاعك وشخصيتك. يعني بعد 3 شهور هتلاقي نفسك بتعملها وانت مش واخد بالك. اهم حاجة ان ذهنك يكون حاضر ومركز في التمرين اليومي، وتفضل شغال كل يوم بتكرار، واوعى تنسى وتفوت يوم. مفيش حاجة في الحياة أحسن من تطوير نفسك، مفيش حاجة أحسن من إنك تعلي قيمتك، علشان أنت راس مال نفسك. يبقى لازم تستثمر وقتك لمصلحتك. في الفيديوهات الجاية هنتكلم عن المهارات بالتفصيل، وارجع دايما للفيديو ده علشان تفكر نفسك بالطريقة اللي هتتعلم بيها. أنت اللي هتعلم نفسك بنفسك. في الفيديو الجاي هنتكلم عن مهارة استخدام ودانك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.